لو هتبدأ تداول ب$100 لازم تبقى فاهم الأسواق والسيولة بتشتغل ازاي في أسواق المال. أسواق المال بتفتح من يوم الأحد الساعة 9 بالليل بتوقيت جرينتش، وبتقفل يوم الجمعة الساعة 9 بالليل بتوقيت جرينتش، وما بتوقفش في الخمس أيام دول، يعني شغالة 24 ساعة. أول سوق بيفتح عندي هو سوق سيدني أو الفترة الأسترالية، ودي بتفتح الساعة 9 بالليل بتوقيت جرينتش، وبيبقى حجم السيولة فيها يمثل 2.7% من حجم التداول اليومي. عشان كده بورصة سيدني دي أقل سيولة. فأنت كمتداول مبتدئ بلاش تفتح صفقات في بورصة سيدني في أول ساعتين، لأن طبعا بيبقى المعروض قليل جدا، وبالتالي السبريد أو العمولة بتاعت الوسيط عالية لأن المعروض قليل. بعدها بساعتين الساعة 11 بالليل بتوقيت جرينتش بتفتح فترة طوكيو، ودي بتستحوذ على 5.6 من حجم السيولة اليومي. طبعا لما بتفتح فترة طوكيو مع فترة استراليا اللي هي اوريدي بقالها ساعتين، تبتدي هنا السيولة تزيد، فانت هنا ممكن تفتح صفقات لان هنا المعروض كتر والسيولة عالية، فبالتالي السبريد والعمولة بتاعت الوسيط قليلة، وده مش هيأثر على ربح الصفقة بتاعتك لان هنا العمولة قليلة. اجي الساعة 7 الصبح بتوقيت جرينتش تفتح بورصة لندن اللي هي الفترة الأوروبية، ودي بتستحوذ على 40 ونص تقريبا من حجم السيولة في اليوم، وهنا تبتدي السيولة تزيد. وطبعا لما بورصة لندن بتفتح بيكون شغال معاها بورصة طوكيو، فبتبقى السيولة عالية، فبيبقى السبريد قليل جدا، فده بيزود ربح صفقتك. اجي بعد كده الساعة 12 الظهر بتوقيت جرينتش بتفتح اخر جلسة عندي اللي هي بورصة نيويورك من 12 الى 9 مساء، ودي بتستحوذ على 18.2 من حجم السيولة. وطبعا أعنف وقت وأكتر وقت شغالة في السيولة هو الوقت بتاع التقاطع بتاع بورصة لندن مع بورصة نيويورك، لأن بورصة لندن 40% من حجم السيولة وبورصة نيويورك حوالي 18 وشوية، يعني تقريبا 58% بيبقوا متركزين في الوقت اللي هو تقريبا كده من الساعة 2 أو 3 الظهر بتوقيت جرينتش حتى الساعة 6 المغرب بتوقيت جرينتش.